مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهاردة من خلال حلقتنا هيكون معانا فيلم وثائقي بيتكلم عن عرف أو عادة أو تقليد عند البدو. الحقيقة أن هذه العادة كانت وما زالت منتشرة في القبائل العربية عند البادية، والحقيقة أن هم بيستخدموا آلة بتدعى الميسم أو معلقة للكشف عن الكذب. وطبعا باستخدام هذه الآلة بيعرفوا هل هذا الشخص مذنب أو هو مدان أو بريء. الحقيقة ان دي يعني بيتقال ان هي طبعا بدعة. احنا نعرف النهارده هل هي بدعة ولا لا، هنعرف رأي الدين كمان في استخدام البشعة، هنعرف رأي القانون، هنعرف كمان رأي العلم. هنعرف اكتر مع ضيوفي النهارده صناع هذا العمل والعمل بعنوان البشعة. معايا النهارده ضيوفي سلمى خالد، اهلا بيكي يا سلمى. اهلا بيكي. ومعانا ايهاب الشاهد، اهلا بيكي يا ايهاب. اهلا بحضرتك. مين صاحب القصة دي بقى؟ هي الفكره فكرتي. أها. احنا كان الدكتور لمياء سمير جت كلمتنا عن مشروع التخرج. احنا بيبقى عندنا فيلمين في كل السمستر الاولاني، فيلم والسمستر الثاني. فساعتها كان في تخمه افكار، مش عايزين نعمل حاجه عن الاهرامات، مش عايزين حاجه نعمل عن المتحف. الحاجات دي كتير اتعملت. فكنا عايزين نطلع اوت اوف بوكس، فلقينا الفكره ديت. وانا ببقى مروح ماشي على الطريق دايما البشعه، لا دايما البشعه مكتوبه. فاللي هو ايه البشعه دي؟ ايه الكلمه دي معناها انا ايه مستغرب. انا كنت حابب اعرف ايه هي البشعه، فعملنا سيرش وجيت قلت للجروب وقلت للدكتور احنا هنعمل عن البشعه. فكله طبعا اتفاجئ ايه البشعه، محدش مش كتير عنده علم بيها. فقررنا ساعتها ان احنا نعمل سيرش كويس. الدكتور قالت لنا خلاص اعملوا السيرش كافي. جميل. تعالوا قولوا لنا الموضوع كله ايه هو. وساعتها هنبتدي ايه ناخد خطوات ان احنا التنفيذ. اخدتوا بقى الخطوات. قولي لي بقى سلمى كده، بعد ما اخدتوا بقى القرار ان انتوا هتعملوا عن البشعه الآلة دي اللي هي بتكشف الكذب او براءة الشخص، رحتوا فين؟ عملتوا خلاص سيرش وعملتوا عرفتوا القصص كلها عبارة عن ايه؟ رحتوا فين بقى؟ احنا رحنا الشرقيه. احنا لما عملنا سيرش وكده لقينا ان هي بتبقى في الشرقيه بالذات بيبقى في كذا حته موجوده. فاحنا زميلنا معانا في التيم اصلا من الشرقيه، فهو عارف ان هو عنده ده يعني بيسمعها كتير عنده. فعارف ان هو يظبط لنا جلسه. ورحنا طبعا سافرنا وقعدنا مع الراجل واتكلمنا معاه، وقعد يحكي لنا بقى اللي بيحصل والمذنب اللي بيحصل له والصادق اللي بيحصل له. انا عايزه اعرف انتوا فعلا لقيتوا الكلام ده حقيقي؟ المذنب اول ما بيحط له الميسم او المعلقه دي على لسانه بيتلسع ويحس بالحراره، والبريء ما بيحسش ده حقيقي؟ انتوا شفتوه قدامكم؟ هو ده حقيقي، بس هو ان انا اشوف ده قدام عيني ومحدش بيحصل له حاجه، فهنا بقى علامه استفهام. يعني شفتوا حد ما حصلوش حاجه بالفعل، وشفتوا حد حصل له حاجه؟ حد حصل له. واحنا حضرنا بالظبط 3 جلسات وغير دول اللي اتصوروا، وفي جلستين تانيين ما رضوش ساعتها اللي كانوا اللي هيتبشعوا ما وافقوش على التصوير خالص. كلهم اللي بيجي يتبشع فعلا السكين او كان هم مذنبين بقى في الوقت ده يعني. مظبوط. الميسم بيجي بيتحط على لسانهم، بتبقى طالعه من النار قصادنا يعني الكاميرا، وفي شوتس كتير هتبين لحضرتك ده. الميسم بتتحط على اللسان، وهو الميسم بتبقى يعني عباره عن كتله حمار، هي بتبقى مولعه، فصعب جدا. الميه عليها هتلاقيها بتغلي. انا شفت في الفيلم من كتر بس انا مش قادره اتخيل ان فعلا ده آلة فعلا عشان يعني اكشف الكذب الشخص ده، او ان هو بريء او مدان، ده بجد يعني. هي عندهم ان دي عاده من زمان هم مترسينها ابا عن جد، فهم شايفين ان انا كده هبين الصادق من المذنب. طب انتوا حبيتوا تقولوا لنا كمان اراء بقى، يعني راي الدين لما اتكلم طبعا يعني حد في الدين وقال ان هو ده مش موجود غير خالص، معترف بيها. مش معترف بيها الدين مش معترف بيها خالص. ورأي العلم والطب لا ما فيش حاجه زي كده، حتى لو الانسان بريء هيحس الدكتور قالت انا لو بتشرب ممكن شوربه او حاجه سخنه هنتلسع لساننا، ده حقيقي يعني. كلنا كده. بغض النظر بقى بتحط على لسانه بالمنظر ده ومش بيحصل له حاجه، فهي بقى طب انتوا فسرتوها بايه؟ هي ظاهره خارقه، هي مش حاجه طبيعيه، هي بدعه، هي خرافات عندهم، هي مش حاجه طبيعيه. طب ما هي بدعه وخرافات يبقى ما مش يعني ما تقوليش ان انت شفتي حد وبالفعل لقيتيه ما هو ده اللي احنا فعلا كتيم احنا حضرناه. فدي حاجه احنا حضرناها وشفناها بعينينا ومتصوره وفي الشوتس وكل حاجه ظاهره ان فعلا السكينه من على النار بتتحط على اللسان. وهم هناك مؤمنين بده. انا هروح للمبشع هو اللي هيعرفني مين المذنب ومين الصادق، ما بيروحش مثلا يروح يشتكي عليه في الشغل. وهي بالنسبه لهم كمان هي وسيله سريعه.
اللي انا لسه عشان اروح المحكمه او هعمل بلاغ او كده، فده انا هاخد وقت كبير جدا. لا بالعكس، هو بالنسبه لهم او بالنسبه للفئه دي محتاجين المبشع ده معانا على طول. في الحياه فعلا دي حقيقه، حاجه سريعه جدا. وفيهم الاغلبيه انا مش عايز اروح للشرطه او مش عايز اكشف، لان في قرايب، يعني في ناس ممكن تبقى قرايب يشك في اخوه حد سرق فيعرف ان ده الحرامي اللي سرق. انا مشكلتنا اللي احنا شفناها، اللي يبقى القدره ان الثبات، اللي يبقى اللي قاعد اللي هيتبشع وعنده ثبات انفعالي جدا، اللي هو يستحمل ان في حاجه زي دي. يعني انا اعتقد لو انا او سلمى او اي حد من التيم اتعرض علينا ان احنا نجرب فعلا، ما لا احنا رفضنا طبعا يعني بالرغم ان انتوا كده حاسين وشفتوا ان انتوا ما شفنا دام انتوا جرأة مش هيحصل لكم حاجه. هو عنده ثبات انفعالي اللي هو ما بيتهزش. صعب الاحساس، صعب. احنا بنصور واحنا كنا عايشين كل الفايبس معاهم، كان صعب لا شوية. صعب، احنا حقيقي. الحاجه مش طبيعيه. ان انا هستحمل ان انا ابقى قاعد بثبات انفعالي جدا والسكينه تتحط على لساني ومش هتلسع ازاي؟ اي منطق بقى هي معترف يعني عندهم او تقليد بقى عندهم. هم عارفين بقى طالما هو بريء فيستحمل او مش هيحصل له حاجه، او لو مدام بقى فهيقول لهم لا ده انا مش عايزه. هو ده اللي المبشع قالها لنا، قال لنا اللي احنا لازم يكون في قصه. يعني انا جاي في حد سرق وحد متهمه بالسرقه، فدي قصه بالنسبه لي، فيقعد يسمع التفاصيل وساعتها يلا انت جاهز انك تتبشع، وبيقرا الاول في حديث تقريبا او بيقسم بالله انك انت ما عملتش الحاجه دي. يقول له يعني انت قسمت خلاص، طالما قسمت بقى نشوف كده بقى يعني بالفعل بقى نروح نشوف جزء من فيلم البشع ونرجع تاني نستكمل. خليكم معانا. ما سرقتش. جهاز كشف الكذب عند البدو. الحس النار بلسانك وما تخافش، لو كنت مذنب لسانك هيتحرق بالنار، ولو كنت صادق النار ما بتحرقش بريء. محكمة البشع. أصل البشعة توارثناها من أيام عادات العرف بتاعت قبائل العرب. فقبيلة منها ناس طيبين يعني بيعزموا على النار، على الطوة. أنت بتقولوا عليها سكينة باين، احنا بنقول عليها طوة. فبنعزم عليها، فبيجي اللي هو المتهم لو لقد يعني نيته شينة وهو اللي سارق الحاجة أو هو التهمة بتاعته دي هي الصح، بالنار بتبين على لسانه بينحرق. لو هو بريء يعني وربنا مبر، واللي بتبان البشعة ربنا بيجعلها سبب يعني ان تبينه ايه، اكنه حطيت قطعه ثلج على لسانه لو هو بريء. خلي بالك، انت عارف جاي ليه اليوم هنا انت؟ عارف يا شيخ. عشان تلحس النار البشعه. عارف يا شيخ. والبشعه لو انت اخذت عقد الناس انا اقولها لك عشان وجه الله دي واشيلك من خطيطيه. عارف. النار لو جت على لسانك ترسك لو انت كذاب. عارف يا شيخ. فبالراحه لو انت واخدها بالراحه، احنا ما حد شافنا غير الله ثم احنا. لا ما حصل. بالراحه تقول لي نقوم انا وانت تقول لي عوار الناس وين، وانا ارد لهم وفك تفك الله. قول زي ما اقول انا. حاضر. طيب في ميه جنبك تمضمض 3 مرات. في ميه يا شيخ. مضمض. ماشي يا شيخ. 3 مرات وتف. لا اله الا الله. من الحته دي طلع لسانك على الاخر، على الاخر ما تخافش، زي كده. 1 2 3. دينيا الله اعلم بقى، عشان الدين هذا بحر واسع، نكذب على الله احنا. البشعة بحثت عنها أنا في كثير من أمهات الكتب الإسلامية الصحيحة المعترف بها من كل علماء الإسلام، في كتب السنة والسيرة والفقه والأحاديث الصحيحة. لم أجد أي أثرا يتحدث
عن البشعة لا من قريب ولا من بعيد. رجعنا لكم تاني، والحقيقه ما بين الخرافه والحقيقه مش عارفين موضوع البشعه ده حقيقه ولا لا. قولي لي كده يا سلمى، لما رحتوا هناك يعني رضيوا على طول يصوروا معاكم اللي هو المبشعين اللي هناك؟ رضيوا على طول وافقوا؟ هو في الاول لما زميلنا راح اتكلم معاهم وكده، في الاول كانوا معترضين. من هنا لهنا هم وافقوا ان احنا نصور معاهم، وصورنا فعلا اول جلسه. بعد كده احنا اضطرينا نعيد الجلسه تاني من اول وجديد، لان حصل مشاكل في التصوير. كان في اجزاء طالعه كويسه وحاجات طالعه يعني مش مظبوطه. فروحنا اتكلمنا مع الراجل تاني، رفض. فدي كانت مشكله تاني. بالظبط. ما عرفناش عنه حاجه بعد كده تاني. فدي كانت صدمه بالنسبه لنا. طب هنعمل ايه؟ طب ما ده ما خليكوش تقولوا ان ده مش حقيقه؟ مثلا ممكن يكون في اتفاق ما بين المبشع ده وما بين الشخص ده، مثلا ما تخليش النار زياده قوي عشان ما تحرقش، ممكن يكون كده مثلا. طبعا كان جوانا شكوك طبعا لما هو رفض لاول جلسه ديت. هو صور مره واحده وبعد كده رفض، قال مش هينفع ان انا اصور تاني، واختفى عننا خالص ومبقاش يرد على التليفونات. قعدنا نكلمه مش بيرد خالص. فساعتها اول لما كده، فاللي هو احنا كنا محطوطين ومضغوطين في الوقت جدا. السمستر الترم بيبقى سريع جدا، نخلص فيه. فالدكتور متابع معانا، وصلت اليه لحد ما قدرنا نتوصل بعلاقاتنا لناس تانية، وفعلا رضيوا ان هم يصوروا، بس بمقابل مبلغ مالي ان احنا نيجي اصلا نبقى موجودين معاهم في اللوكيشن ده او في المكان. خدوا فلوس عشان يخلوكوا طبعا هو رافض، لان هو ممكن تبقى فيها القانون يحصل مساءله قانونيه، فطبعا هو ما بيحبوش يقول حاجه بالنسبه له. وخصوصا ان انتوا كمان عرضتوا الجانب القانوني، قال ده يعني تجريم ومجرم. يعني اللي بيعمل البشع ده يجرم، يعني ده جريمه بيرتكبها، ممكن يأذي نفس. ففي حاله ان هو اذى نفس، القانون في مساءله قانونيه تقريبا 3 سنين سجن او حاجه زي كده. اللي بيستخدم البحة دي الاثنين اللي وافق واللي يعني المبشع واللي متبشع، الاثنين ممكن تحت الاطار القانونيه. انت وافقت على نفسك ان دي تحصل، تأذي نفسك بالظبط. فالاثنين ياخدوا عقوبه طبعا. يعني هي حاجه برضو الواحد مش قادر يجي يستوعبها كويس. يعني انا مش قادره برضو اصدقها، وخصوصا بتقولي لا انتوا شفتوا فالله اعلم. بس ما بين طبعا بدعه والحقيقه الله اعلم، يمكن يكون حاجه تانية احنا مش عارفينها، ظواهر خارقه ممكن تبقى زي ما انتوا بينتوا كده في الاول. عايزه اعرف بقى في الاول، يعني كبقى انتوا تيم وورك بقى وعملتوا الفيلم ده، الاول اللي انا شايفه كده انتوا كنتوا بتعملوا فوت مثلا على جايبين ظواهر خارقه وكل واحد بيختار. ايه ده البدايه دي يا سلمى؟ احنا حابين ان احنا نحط بدايه في الفيلم ان احنا قاعدين بنعمل سيرش علشان نوري للناس ان ده فعلا موجود، فحطيناها تحت بند ظواهر خارقه. فبدانا نشتغل عليها ونعمل سيرش، فده حطيناه في الفيلم. لو انا قاعده بتفرج، اللي قاعد بيتفرج يشوف ان هم فعلا كانهم قاعدين بيعملوا سيرش ونزلوا خدوا القرار يلا احنا ننزل نصور دلوقتي البشع. تمام. لما رحتوا بقى سافرتوا فين؟ الشرقيه وكمان فين؟ سافرنا الشرقيه، رحنا العبور وفي عين شمس. دول الاماكن اللي لسه ما زالوا بيستخدموا البشعه؟ لا، هو احنا لو اماكن كتير، بس هي منتشره جدا في الشرقيه. يعني ده اكتر مكان فيه انتشار للبشعه، وفي ناس كتير بتروح في الشرقيه. واول ما بتدخلي الشرقيه العبور ده مكان في مزرعه في منطقه هناك على الصحراوي. هو ده كان مكانه، وساعتها هو حدد معانا ميعاد ان احنا نيجي نصور وكده. ده كان في العبور. وفي عين شمس نفس الكلام، ده كان في بيت، كلها بتبقى بيوت كده في وسط حواري صغيره كده. يعني حتى في الشرقيه كان كده. يعني القبائل البدويه هتبقى بعيد بقى عن مصر؟ لا هي يعني اكيد القاهره. هو اكيد ممكن نلاقي في سينا، اكيد ممكن نلاقي، بالنسبه ان سينا كلها بدو كلها عرب في حتت كتير، بس هي ما بقتش مقتصره على سينا او مكان تاني. هي ممكن نلاقيها زي ما احنا في الشرقيه، وصلت لغايه القاهره في العبور في عين شمس، فهي بقت قريبه مننا قوي وابتدت تنتشر. لان وهيبقى بقى يعني النصابين ممكن يدخلوا من الباب ده ويقولوا احنا مبشعين وهم ولا مبشعين. احنا جات لنا واحنا كنا بنجيب ارقام ناس كان بيتصل علينا ويبقى عايز طب حول لي مثلا فودافون كاش، ابعت لي كذا مبلغ كديبوزيت، وبعد كده مثلا هنصور معاك. فلا، فاحنا عايزين حد يبقى قدامنا نصب بقى ده اكيد ما يردوش عليكي تاني. طب قولوا لي بقى اكتر حاجه، انت كنتي مسؤوله عن ايه؟ انتوا انا عارفه طبعا انتوا تيم ورك، انتوا قد ايه؟ احنا 5. اكتر حاجه في التصوير كانت صعبه بالنسبه لكم ايه يعني؟ اكتر حاجه في التصوير ان لما اجي اصور وهو بيتبشع، انا عايزه اجيبها من النار، اوري لسانه. فدي واجهتنا الصراحه يعني في اكتر من جلسه، بس حاولنا ان احنا وحطيتوا عليها ميه عشان تعرفوا عشان مدى بالظبط غليان اللي هي فيه. في الفيديو المبشع ذات نفسه عشان يبين ان هي حقيقه، بعد ما بيحطها على اللسان
بيجيب ميه ويحطها. ويروح حاططها ويطلع البخار القوي جدا، دليل ان هي كانت سخنه جامد جدا. هو في الاول بيخبط بايده عليها، بعد كده يقوم لسعه، يقوم هو بيقول شويه حاجات كده قبل ما بيلسع، بعد كده يقوم حاطط عليها ميه. يعني هو ممكن يكون اللي بيقولوا ده حاجه برضو يعني هو احنا فيها فضلنا وراه طلاسم الصراحه بقى يعني تقريباً. حاجه يعني تانية حاجه يعني. صعبه. فضلنا لا وراه. مش العقل مش هيستوعب حاجه معلقه بدرجه الحراره دي ومش هتلسع لسان ايا كان بقى. احنا طول فضلنا ما وراه احنا والله. بنصور احنا مش مصدقين اللي بيحصل، اللي هو انا ومش مصدقين ردود افعالهم، هو عادي في استجابه. بس احنا في جلسه بس ما رضيوش ساعتها ان هم يصوروا، في سيده حد كان مذنب بقى. مذنب سيدة دي نفسيا ما استحملتش، هي عامله تقريبا كانت ساعتها سرقه او حاجه زي هو كده، بيبقى معظمهم سرقه. ما استحملتش، سرقه. رفضت يعني حتى قامت من مكانها وخلاص انا هجيب الحاجه اللي انا واخداها. هي كده. عارفه هتحس وهي بإيه. رفضت. كان ساعتها حد متهمها، كان حد قريبها تقريبا. احنا او اصلا فضلنا ورا الراجل ده عشان يقول لنا ايه الحاجه اللي هو بيقولها او ايه السر في الموضوع. بس ما هو انا متهيألي هو رفض. السر بقى في بالظبط في اللي كام بيقوله. جمله اللي هو بيقولها ده بقى وكام رفض كلمه اللي بيقولها تماما ان انا اتكلم معاه في الموضوع ده تاني اصلا. يعني حاولنا فعلا بكل الطرق نعرف منه ايه السبب ان فعلا الواحد ما يحصلوش حاجه وما رضاش ان هو طب انا مش عارفه انتوا عايزين ايه الغرض من الفيلم. يعني انا شايفاكم ان انتوا برضو شايفين انه ده حصل قدامكم. انتوا عايزين تقولوا ايه؟ هي بدعه ولا هي حقيقه ولا ظاهره ولا ايه؟ كنا حابين ان احنا نعرض ده حاجه مش متداوله او مش حاجه بنشوفها على طول، يعني طول ما احنا ماشيين بنشوفها، فكنا عايزين نوصل ده. وفي الاخر الجمهور له الحكم، هل هو يشوف ان هو يقدر يجرب دي اللي الرساله كنا عايزين نوصلها. هل لو حد مثلا مر بحاجه زي دي او سرقه، هل ان هو يقدر ياخد القدره ان هو يروح يجرب حاجه زي دي ولا لا؟ دي بالنسبه لنا كنا عايزين نوصله، بنسلط الضوء على ظاهره غير طبيعيه، وبنشوف في الاخر الجمهور العام هل هو هيستطيع ان هو يروح يجرب حاجه زي دي ولا لا. دي كان هدفنا كله. هو احنا في نفس الوقت بنوصل ان هي فعلا من ناحيه ظواهر خارقه وبدع وخرافات. ف لحد يومنا ده احنا 2023 والدنيا لسه بتتطور، وفي لسه اماكن زي من محافظه الشرقيه بيستخدموا الحاجات دي والقاهره كمان. فانتوا عايزين برضو تقولوا ان لسه مع تقدم العلمي ده كله واحنا لسه عندنا برضو برجله بالظبط. يعملها او يجربها على نفسه. فانتوا عايزين ده اللي انتوا عايزين توصلوه اكتر. ده بالظبط. بالذات ان الدين كمان، يعني احنا كنا جايبين راي للكنيسه، اذا الدين الاسلامي والدين المسيحي رافض، مفيش حاجه في الكنيسه مفيش حاجه بتقول او ان في ده حاجه موجود في الاسلام بتقول ان في حاجه اسمها كده، او ده اثر ان احنا ممكن نرجع له اصلا او ناخد منه حقيقه. دي حاجه مش موجوده اصلا. ودي الرساله متهيألي اللي انتوا عايزين دي الرساله بالظبط. دي الرساله يعني مش هو ده الاساس ان انا اعتمد ان ابرئ شخص او اخليه مذنب عن طريق الشيء ده المفسد في طرق قانونيه كتير ممكن ان هو يسلكها وفي الاخر مش هتكون مؤذيه للشخص او مؤذيه للنفس. ان حد يأذي نفسه او المبش هيأذي الشخص دوت، فدي حاجه صعبه جدا. فانا شايفين احنا بعد التجربه دي لا اسلك طريق قانوني، ده اسلك حاجه ان هي تظهر هل هو مذنب او مش مذنب، هل هو سرق او ما سرقش. صحيح. ده الصح. طيب بعد بقى مرحله التصوير انتوا صورتوا في قد ايه؟ احنا كنا بنصور من شهر 9 2022 السنه اللي فاتت. قعدنا 5 شهور بالظبط. 5 شهور. طب بعد مرحله التصوير طبعا بقى عندكم شطات كتيره جدا. في مرحله بقى المونتاج انتوا كنتوا عايزين بقى اكتر حاجه تظهروها الحاجه العمليه اللي بتحصل قدامكم، ولا ايه اللي كنتوا عايزين يعني عايزين تعملوا سبوت عليه؟ كان هدفنا وهدف الدكتور وهدف الجامعه عامه، كل اللي احنا قعدنا معاهم كان هدفه اللي هو احنا نظهر ساعه لما بتحط الميسم على اللسان، لان دوت المين بتاعنا، ديت الحاجه اللي هتظهر ايه هي البشعه. عايزين نركز فيها. هو هي دي بالظبط، هي دي اللحظه اللي لازم نظهرها جدا. فكان في كلوز شوتس كتير على اللسان وعلى الميسم يظهر اللسعه دي، فهو ده كان غرضنا. هي مرحله المونتاج الصراحه كانت مرحله صعبه، ان انا قدامي شوطات كتيره جدا من جلستين عدتهم. انت كنتي اكتر المين بتاعك بتعمليه هو الاخراج. انا كان صح؟ اخراج وشاركت في المونتاج. بس احنا كلنا كنا قاعدين مع بعض في المونتاج في كل حاجه. فاللي واجهنا ان فعلا كان في شطات كتير، غير ان احنا عدنا جلستين تانيين، فانا مطالب مني ان انا اخد من هنا ومن هنا ومن هنا. في حاجات كتير قوي كنا حابين ان احنا نضيفها للفيلم، بس الوقت ما كفاش.
فعايزه اقول لحضرتك اصلا الفيلم احنا طلعنا منه اكتر من نسخه، يعني دي آه. يعتبر النسخه ال100 كتير. علشان نوصل بس الشكل اللي احنا عايزينه والرساله اللي احنا عايزين نوصلها. طب اضافه بقى الموسيقى ما كانش يعني في النهايه انا سمعت موسيقى، انما ليه ما حطيتوليش كده يعني مؤثرات خارجيه كده احس بالجو؟ يعني ليه هو ما انا استخدمتوش كده؟ احنا عامه كنا حاطين ميوزك بس كنا موطينها وقت لما هو كان بيتكلم، وقت هو بيتبشع، عشان كنت عايزه اعيش الناس ده الواقع، ان هم قاعدين يتفرجوا فعلا ده اللي بيحصل. بدات اعلي الميوزك في الاخر بقى لما جبت الشطات كلها ورا بعض، وعليت برضو اصوات الاشخاص عادي. تمام. وبس يعني. قولي ايهاب كده بقى، بعد ما عملتوا الفيلم كان ايه رأي الاساتذه؟ كان ايه الكومنتات اللي انتوا خدتوها؟ احنا في الكومنتات طبعا كلها كانت ايجابيه، كله كان مبسوط ان احنا وصلنا لحاجه زي دي، ان احنا طول الطريق بتاعنا طول مشوارنا واحنا رايحين نقعد نتكلم مع الدكاتره او المعيدين، دكتور عمرو شهدي، دكتور لمياء سمير، دكتور رانيا، كلهم كانوا بيبقوا مستغربين ان احنا هننفذ ده ازاي. فكانوا دايما كلهم بيدعمونا، فاول لما شافوا دوت وكانوا متابعين معانا خطوه بخطوه كانوا متفاجئين جدا ان احنا وصلنا لده. كله كان بيقول لنا نضيف كذا، هنزود كذا، هنا هيبقى احسن. فكانت مفاجاه ليهم، لان كتير اصلا مشاريع كتير على مدار السنين اللي فاتت في الجامعه ما عرفوش يتواصلوا مع الناس. هي لطيف قوي ان انتوا يعني فكره جديده، وبس كمان عايزين نقول ان يعني ان في طرق كتير قوي عشان اكتشف ده بريء او ده مذنب بعيد عن البشعه دي خالص. طبعا. هو ده اللي انتوا الرساله المين اللي انتوا بتوصلوها في الاخر. برضو كنا حابين نعرف الجمهور هل هو لو حد عادي ممكن هيقدر يستطيع ان هو يروح. انت تقدر تجربها؟ لا انا اتعرض عليا فعلا وانا هناك. هو اتعرض عليه بس هو رفض. هو اصلا عامه هي فكره البشعه لما جينا عرضنا على الدكاتره وكده هم استغربوا زي ما ايهاب قال. فاحنا خدناها تحدي بقى، لو احنا هنصور هنشوف بقى هنكلم الناس. ولما فعلا الجلسه الاولى لازم تتعاد، لما الدكتور قالت لنا لازم تتعاد ما استسلمناش. احنا يعني في احبطنا شويه بس كملنا ودورنا لحد ما جبنا جلستين تانيين وصورنا. اخدتوا امتياز ولا اخدتوا ايه على الفيلم؟ اخدنا مركز. خدنا مركز ثالث تقدير امتياز. حلو قوي. طب بعد بقى يعني خلصنا ده مشروع التخرج، عايزه تكملي في ايه بقى سلمى؟ قولي لي. انا الاخراج كنت واخداه كتجربه في الفيلم مع يعني التيم بتاعي، بس انا عامه بحب الاذاعه الفويس اوفر، فده اللي انا متجهه فيه حاليا يعني. تبقي زميله المونتاج برضه ان شاء الله. وايهاب انا حابب اول حاجه ابدا فيها طريقي يبقى في مذيع راديو، يعني مذيع راديو دي اول حاجه حاببها. جميل، بالتوفيق دايما يا رب كده، وان شاء الله تبقوا زملاء معانا بقى ان شاء الله. بشكركم طبعا. واتفضلي. انا حابه بس اشكر التيم بتاعي اللي ما جاش، هم كان ليلى وروان ليلى خالد وروان ومحمد طارق. كل واحد ليه صراحه دور في الفيلم طبعا. عشان يطلع. وهنشكرهم، والحقيقه بشكركم طبعا، بشكر ضيوف النهارده سلمى خالد وايهاب الشهاد. شكرا ليكم. شكرا لحضرتك. بشكر طبعا. يعني الفكره جميله ان احنا مهما احنا تقدمنا في العلم لكن في افكار كده باليه لازم احنا نقول لا، يعني دي افكار خرافات. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.